آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بسعادة. عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا، هو موضوع شائك اصلا. اصدقائي اللي على الفيسبوك، اصدقائي اللي موجودين على التيك توك، موضوع اشهر مقولة للأزرز والفيسبوك والتيك توك والانستجرام وكل وسائل التواصل الاجتماعي. مقولة شهيرة للأصدقاء أو المعارف أو التعارف في وسائل التواصل الاجتماعي. مشكلة مهمة جدا، عايزين نتكلم فيها لمدة ساعة. يا رب تكونوا متابعيني، أصحابي وأصدقائي اللي على الفيسبوك، أصحابي وأصدقائي اللي على التيك توك. أي استشارات، أي سؤال في الإرشاد الأسري، أي سؤال في الحالة النفسية السلبية، أي سؤال في النفسية عموما، كلمني وإن شاء الله هرد عليكم على البث المباشر. كمان هرد عليكم في استشارات أونلاين من خارج مصر، من داخل مصر. بتدفع عن طريق فودافون كاش ونبتدي الاستشارة على طول، إن كان نفسية أو أسرية أو أيا كان. أي سؤال بيخصك، هو دكتور الصحة النفسية هو معناه صديق لك بأجر. دكتور الصحة النفسية هو معناه صديقك بأجر. ممكن تحكي لي عن كل رغباتك، ممكن تحكي لي عن كل ميولك، ممكن تحكي لي عن كل أفكارك، كل مشاكلك. احنا محتاجين ناس ما يشمتوش فينا، ما يتنمروش علينا. اول كلمة بتتقالك ايه؟ ما كلنا تعبانين، ما كلنا يا عم فينا الوجع، ما كلنا عندنا مشاكل. الكلمة دي ما تنفعش بين الاصحاب. علشان كده تخصص الصحة النفسية اتعمل علشانك، اتعمل علشان يسمعك. تخصص الصحة النفسية، وطبعا مش اي دكتور، طبعا لازم تكون واثق من الدكتور اللي انت بتتعامل معاه، لان في ناس مش كويسة، ان كان في الطب النفسي او الصحة النفسية او عموما في اي مجال في مصر او غيره. لان مش كل حد امين، مش كل حد بيفهم، ومش كل حد مدرك معنى مشكلتك بالشكل الصحيح. انا جات لي مشكلة من انسانة في جايالي من دكتور طب نفسي في الدمرداش، اتضربت واتهانت قدام اهلها. جات لي مشكلة، واكتر المشاكل بتجيلي بسبب ازواج مرضى، زوجات مش مظبوطة، اهالي متدمرة نفسيا فدمروا عيالهم اكتر واكتر واكتر. يعني انا دايما بقول ان السبب مش اللي بيجيلي عشان مشكلة نفسية او مشكلة اسرية، المشكلة في اللي بيتعاملوا معاهم. المشكلة في كل زوج مش كويس، المشكلة في كل زوجة ما تربتش كويس، المشكلة مش في كل في كل الاهالي، لان الاهالي ما تربوش فما عرفوش ان هم يربوا عيال. الاهالي غير متزنة وبالتالي عيال غير متزنة. وهكذا وهكذا. الاهالي بجد مش مظبوطة في الوطن العربي وفي مصر وفي كل الوطن العربي اكثر فاكثر. بجد احنا في ضياع في مصر خاصة. طبعا واكرر 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 السؤال دايما اللي بيتسأل لي: انت في التيك توك ممثل وبتعمل فيديوهات تمثيل او ليبسينج زي ما بيقولوا، يعني بتعمل ليبسينج اللي هو بتعمل الصوت على الاداء التمثيلي. ازاي وانت دكتور صحة نفسية؟ وازاي وانت مدرب تنمية؟ وازاي وانت مرشد اسري؟ وازاي؟ في معلومة مهمة لازم تدركها: مهما كان برستيجك، مهما كان مستواك العلمي، مهما كان مستواك الاجتماعي، لازم تخرج الجزء التافه في شخصيتك. لازم تخرج كل اللي جواك من طاقتك، لازم تخرج كل هواياتك من تكوينك البشري. انت كإنسان عندك هوايات: كتابة، رسم، غنى، تمثيل، اداء حركي، رقص، رياضة. خرجه، لانك انت لو ما خرجتوش انت ضعت.
هيجي لك في سن معين اللي هي المراهقة المتأخرة، هيجي لك في سن معين التفاهة المتأخرة، هيجي لك في سن معين انك انت عايز تعمل حاجات كتير بسن شاب ولكن بتأخر سني وعمري. يعني ليه؟ بسبب انك انت عملت كبت لنفسك. ليه؟ لانك انت حضرتك ما خرجتش طاقتك في وقتها مع مراتك، مع اخوك، مع اصحابك، في سن المراهقة لازم تعيش مراهقة، في سن الطفولة لازم تعيش الطفولة، في سن الشباب لازم تعيش شبابك. بلاش تعجزوا نفسكم، بلاش ترهقوا نفسكم، بلاش انك انت تتكبر. ازاي اعمل ده؟ انا دكتور، انا مدير بنك، انا راجل ببدلة مذيع، ما ينفعش اعمل كده. لا لا، ينفع تعيط، لازم تنفعل، لازم تبقى تافه، لازم تعمل الهواية اللي في نفسك فيها. وهو ده ردي على كل الناس اللي بتسألني انت ازاي مدرب وازاي دكتور وازاي. مش عارف، في كذا حد باعت لي، انا مش فاهم على التيك توك ده عبارة عن ايه بالظبط. فبعت لي ان هو ينضم مع البث ولا ايه، بس عايز بس اوضح لكم كلامي، ان ازاي انت دكتور وازاي مدرب وازاي ليك قيمتك الاجتماعية وتعمل تمثيل تيك توك. ما اصلا ما بعملش حاجة تافهة، دي نقطة. انا بعملها بخرج طاقتي، ان كان في حاجة درامي او ان كنت بعمل حاجة كوميدي برضو بخرج طاقتي، وفي نفس الوقت انا عايزك تضحك. الابتسامة هي لوحدها او السعادة لوحدها دي طاقة نفسية جميلة ايجابية. الابتسامة اني وصلتها لك وبقى انا خدت ثواب، وفي نفس الوقت انا خرجت طاقتي انا. الدراما مثلا او تمثيل بشكل درامي، انا خرجت طاقتي وفي نفس الوقت طلعت المهارة اللي جوايا. طيب اذا انا عندي كبت، كلام، دموع، هواية، تفاهة، طريقة طفولية، ايا كان، اذا انا ما خرجتوش ايه اللي هيحصل؟ حضرتك بيجيلك علامات زرقاء او كدمات زرقاء او حمراء وحبوب وفي بقك وعلى وشك وفي جسمك وتنيا ومش عارف ايه. الله، هو ده مش عضوي؟ لا حضرتك ده نفسي. وانا دايما بقول اي عامل جسدي هو اصلا نفسي. اي مشكلة جسدية هي اصلا نفسي. اي تعب في الظهر، في الكتف، في دور برد، هي اصلا نفسي. وانا دايما بقرر واقول اي حد تعب جسديا لازم يسأل نفسه انت تعبت في ايه؟ انت كنت بتفكر قبل ما تبتدي المشكلة الجسدية دي كنت بتفكر في ايه؟ افكارك هي ترجمها الجسد، نفسيتك ترجمها الجسد. الانذار اللي حصل لك من جسمك هو اصلا تمثيلية وترجمة حرفية للنفسية بتاعتك، عملها الجسد بتاعك. يعني مثلا الكبت انت ما خرجتوش، انت جالك تعب في الحساسية وهرش واحمرار وزرقان والكلام ده كله. الافكار السلبية اللي حضرتك مختزلها، تنامي تصحي بيجيلك علامات زرقاء وعلامات حمراء. المكان اللي انت مش مرتاح فيه امشي. انت لو انت فضلت موجود في المكان ده هيجيلك تعب جسدي، منه التعب الجلدي او الخراج او حساسية او معرفتش تمشي. حاول تبعد طاقتك وطاقتهم عنك، افصل، علشان لو استمريت في استقبال الطاقة السلبية هتتعب. اي حد بيشوفني على الفيسبوك على صفحتي استشارات نفسية وأسرية مع أحمد أيوب، أي حد بيشوفني على تيك توك عايز يسألني اتفضل اسأل، أنا معاك في أي سؤال. مشكلة نفسية أو مشكلة أسرية، عايز تحكي لي عن حاجة، عايز تسألني في شكل شخصي خاص طبعا، طبعا بيني وبينك، هتلاقيني على الواتساب 0120 28 90 244.
تاني، البلد 002، رقمي 0120 28 90 244. حضرتك بتبعت لي تمن الاستشارة على فودافون كاش، وبنبتدي الجلسة الأسرية أو النفسية في خلال من نص ساعة لساعة إلا ربع. تقدر تحكي لي عن أي مشكلة جواك وإن شاء الله نحلها. تمام؟ فهمتوا؟ ده أول نقطة عايزين نتكلم فيها، إن الكبت لازم تخرجه. وأنا أظن وضحت لكم إن سبب أمراضك خاصة الجلدية أو الحساسية والكلام ده كله بسبب الحاجات اللي أنت مختزلها. لازم تتكلم، نص المشكلة اتعالجت. لازم تروح للمختص عشان يقدر يقول لك المشكلة اهي نقدر نعالجها ازاي. ان كان طبيب نفسي يديك دواء، او ان كان صحة نفسية يقدر يسمعك وفي نفس الوقت يقول لك بتقنيات، وهو تخصصي. انا دكتور احمد ايوب معاكم من القاهرة مصر. تمام؟ نتكلم في اشهر مشكلة. الاول انتوا معايا ان كان على الفيسبوك او ان كان على تيك توك، يعني انتوا صحيين سامعيني؟ يعني شايفيني يعني بنقدر سامعيني نتكلم في المشكلة ونكمل، ولا ايه؟ عايزين تسألوني في اي حاجة؟ ايه ده؟ مش فاهم. جالي تحذير من التيك توك بيقول لي تم الابلاغ عن اللايف اللي ضايق بسبب معلومات شخصية. معلومات شخصية ايه؟ انا على الرقم اللي انا كتبته. طب اللي انا قلته لكم إيه المشكلة؟ ده عشان يبقى تواصل ويبقى في شغل. مش عارف ابلاغ. طب ايا كان اللي بلغ هو انت انسان مريض نفسي بجد يعني، لان اللي يبلغ ده يبقى انسان حقود. على فكرة 3/4 المشاكل النفسية بسبب اللي حوالينا. الناس الحقودة، الناس اللي بتكره، الناس اللي بتنتقدك وبس، بتلسعك، عايزة تلسعك وبس. هي عايزة تدمرك. ومسمى اللي هو بيقول لك ايه، انا بنصحك. ممكن تنصح بس مش بتكرار. ممكن تنصح بس ما تهاجمنيش. ممكن تنصح بس ما تجلدش. ممكن تنصح بس ما تدمرنيش. تمام؟ اي حد نصحني او عايز ينصحني انا بتقبل جدا. تمام؟ ولكن مش بتكرار، لان احنا مش عايزين اب وام تاني مقيديننا تاني، حاطيننا في سجن تاني. احنا كلنا عايزين الحرية. كلنا على فكرة كمان كلنا عارفين عيوبنا، كلنا عارفين الأخطاء اللي بنعيشها. أستاذ مصطفى الساعي من أسيوط، الله أكبر عليك، منورنا يا دكتورنا غاري. حبيبي يا مصطفى، ربنا يبارك فيك يا رب. مصطفى بيتابعني على الفيسبوك، وأتمنى تتابعوني على الفيسبوك، استشارات نفسية وأسرية مع أحمد أيوب. أنا كمان فاتح مصطفى على تيك توك، أحمد أيوب بالإنجليزي 3 سبعات، أو وزير السعادة المصري أحمد أيوب. وهتلاقيني برضو على التيك توك، هتلاقيني في كواي. وإن شاء الله هطلع هنا وهطلع هنا، ويا مسهل يا رب افيد الناس كلها، علشان لما اموت يبقى صدقة على نفسي، صدقة العلم، ويعني علم ينتفع به ان شاء الله. اقدر افيدكم كلكم. نتكلم على بقى الكلمة الشهيرة. الكلمة الشهيرة للفيسبوك او تعارف، او اي حد، اي واحد يدخل يكلم واحدة يقول لها ممكن ابوس رجليكي. الكلمة الشهيرة يعني. عارفين الكلمة دي أصلها إيه؟ الكلمة دي من الأعراض النفسية السلبية. أستاذ مصطفى الساعي بيقول طول العمر ليك يا رب. لا، أنا مش عايز طول العمر أنا عايز ربنا يبارك في عمري وفي صحتي. يبارك مش في الطول، لا، أنا يبارك في الصحة بس، لأن الواحد صحته على قده بصراحة. كل أسبوع وكل شهر لازم الواحد بيتعب، بيدفع 500 600 جنيه، مش عارف ليه يعني. مرة ركبة، مرة ظهري، مرة بصرف النظر يعني انا بشر زيكم، فبتعب يعني، مش انسان آلي. نكمل كلامنا. اشهر جمله اللي هي بتاعت ابوس رجليكي. عارفين المشهد بتاع فؤاد المهندس بتاع زمان؟ بوس جزمتك دليل على انوثتك. وفي الاخر راح لدكتور نفسي اللي هو كان عبد المنعم رياض، وبدأ يتعامل مع انه الموضوع ده عرض نفسي. طيب العرض النفسي عبارة عن ايه؟ عبارة عن
محبي الأقدام. طيب ده تأثير إيه؟ أي تأثير نفسي مبني على اتنين: جينات وراثية وتربية. طيب بتبتدي برضو ازاي؟ أو دي بدايتها اللي هو محب الأقدام، بعدين تتطور للسادية أو الماسوخية. طيب إيه هو الماسوخي أو الشخص الماسوخي أو الشخص الماسوجي؟ هي تدرجت ما بين الماسوخية والماسوجي أو الماسوخية والماسوشية، الكلام ده تدرجت من الماسوخية اللي هو محبي الذل أو محبي التلذذ بتعذيب نفسه، وهي الشخصيات اللي أكثر من 60-70% في مجتمعنا العربي والمصري اللي هم محبي الضحية أو عايشين دور الضحية. وبقى تأثيرها إيه؟ جينات وراثية إن كان من الأب أو الأم مع التربية. طب التربية إزاي؟ كلنا في مصر وفي الوطن العربي وأكثرها في مصر بالذات دايما مع الست أو الأم الشبشب. فبدأ الابن ياخدها بشكل تلذذ من هو صغير، أو إن هو اتعود عليها. ودي مشكلة مهمة جدا. المفروض إن يفصل، المفروض إن الأم والأب ما يربوش بالشكل المبرح أو الضرب الدائم. كمان أدي الأم وأدي الأب. لما بيروح المدرسة بيتضرب بالخرزانة زمان، يعني أكثر مدارس الحكومية أو المدارس الحكومية زمان وما زالت، بس أكثرها كان زمان كان مبني الدور المدرس أو المدرسة على الخرزانة، على الحزام، على العقاب بالفلكة وبالعبط وغيره وغيره وغيره، والضرب عموما، كل الوسائل. ليه؟ علشان يتعلم. كلمة شهيرة للأب والأم يروحوا المدرسة يقول لهم إيه؟ كسر عظم ابني وأنا هكسر ال 11 ضلع التانيين. كسر لبنتك ضلع ويطلع لهم 24 ضلع تانيين. مش دي الكلمة الشهيرة؟ كسر لبنتك ضلع يطلع لها 24 ضلع. كسر ضلع، انت بنيت الضعف ليها. عشان كده تلاقي 3/4 البنات في مجتمعنا المصري حالة من الضعف، حالة من الهشة، حالة من الضغط النفسي، اللي على طول تهرب لأي زوج. عشان كده بقينا أكتر من 3/4 مجتمعنا مطلقات. إن الأم والأب والمدرسة بيدمروهم بالضرب وبالإهانة، فبقى عندها تلذذ بالماسوخية والإطاعة بالضرب والتلذذ بالتعذيب وعايشين دور الضحية. الابن بقى لو محب الأقدام، ليه دايما الأم لابسة حاجة قصيرة فمبينة رجليها عادي، قاعدة في بيتها فولادها بس الابن أو البنت ما خدتش الموضوع بشكل إن هي عادي. هم اتربت عندها الحالة دي كمان، إن في جينات وراثية من الأب والأم، حالة من الماسوخية أو الطاعة أو ضعف الشخصية، اتربت بزيادة كمان وبضغط من الأب والأم، فبقى عنده حالة من الشخصية الضعيفة أو التلذذ بالأقدام، اللي هو محب الأقدام، اللي هو الفوتو أو في كلمة كده أنا مش متذكرها قوي، اللي هو من ناحية علمية بيحبوا بعض أطراف من الجزء الثاني أو الجنس الناحية الثانية. بمعنى لو البنت لا بتحب مثلا العروق، الرقبة الطويلة، الشخص الطويل، تفاحة آدم، بادي بيلدينج اللي هو العضلات، تحب أجزاء بس شكل من بره. الراجل يحب مثلا الصوابع، ضوافر، الأقدام، فهو كل جزء من التاني بيحب الطرف التاني بأجزاء بس مش الكل. عشان كده دايما تلاقي اختياراتنا غلط، تلاقي دايما يقول لك ايه؟ اختياراتي مدمرة حياتي، الأغنية الشهيرة. ولكن هي أصلا انتوا ما فهمتوش يعني ايه ان أحب الشخصية بروحها، أحب الشخصية بتفكيرها، أحب الشخصية مش الحب المظاهر. ولذا بيبقى الأخطاء دايما في اختيار. فيبقى على طول ان اي بنت دلوقتي مش حابه اي حد من الشباب، او اي راجل مش عايز يرتبط دلوقتي. ليه؟ عشان اختار غلط وهي اختارت غلط. فهمتوا حاجه؟
فالتربية أصلا السادية والماسوخية هي أصلا مترسخة في تربية الأب والأم لأولادهم، وبالذات دلوقتي انتشر بداية من الزمن اللي فات، انتشرت قوي الكلمة دي بسبب الموضوع ده. نقطة تانية كمان ان هو في فكر الراجل ان هو لما يتذلل او يعني يقول لها انا تحت امرك، فهو ياخد اللي هو عايزه من الناحية التانية، جزء التحت، يعني اظن انتوا فاهمين. ودي معلومة غلط لبعض الرجال اللي هم بيفكروا في الناحية دي. ليه؟ لان عادة لو الست ما حستش بضعفها قدام الراجل برضو بيحصل فيه لخبطة. الله، طب انت عايز كده، طب انا مش عايز. وفي نفس الوقت البنت عموما عنيدة، انت بتقدمني كل حاجة، طب انا مش لاقية، عندي مش لاقية خد وهات. فهتلاقي دايما الاتنين متنافرين، لان انت بتقدم لها كل حاجة على طبق من ذهب، فهي مش عايزاك كده. كمان في بنت بتحبس السيد، تحب ان هو اللي يشكمها. في بعض بنات دلوقتي في وطننا المصري والعربي جزء منها كتير جدا الاستغلال بسبب النقطة دي، ابوس رجليكي ومش عارف ايه والكلام ده كله، وبدأ هو يربيها ويبرمج نفسه جواه على الطريقة دي، وهي تستخدمها. خلاص، اعمل لي كارت شحن، اعمل لي فاتورة، اشتري لي ملابس، اشتري لي مش عارف ايه. فبدأ عندهم جو من الاستغلال. الطرفين ان كان راجل او البنت ابتدوا في تربيتهم على كده، وفي المدرسة بالضرب، فبقى عندهم تلذذ بدور الضحية. يعني ايه دور الضحية؟ انا دايما مقهورة، الناس ما بتحبنيش، انا دايما تعبانة، انا دايما شكاي، دايما شاكية، دايما هي على طول بتحكي في ضعف، دايما هو بيقول ان انا انسان تعبان، هي دايما تقعد مع صاحبتها على طول بتعيط على طول منهارة، عايشين دور الضحية على طول. كل اسبوع لازم تنزل ان هي صورتها في ادوية وفي برشام، ورجلي تعبانة وعيني تعبانة احنا كلنا بنتعب، كلنا بيجي لنا مشاكل نفسية أسرية، بس مش على طول نشتكي. ودي من أخطاء فنون التواصل يا جماعة. كل اللي متابعني على الفيسبوك عايز يسألني أي سؤال، كل اللي متابعني على التيك توك عايز يسألني عن أي سؤال أسري أو نفسي، حد عايز يسألني، حد عايز يقول لي أي شيء، عشان احنا بنكمل الدردشة ان شاء الله، ويا رب اقدر افيدكم باي معلومة عايزين تعرفوها. ففهمتوا انتشار النقطة بتاعت ابوس رجليكي دي اصلها ايه؟ اصلها ان هو شخص مسوخي، هو ميول، هو مش مرض، ولكن يزداد الميول لمرض امتى يزداد العرض النفسي السلبي إلى مرض لما يبقى في عجز شخصي أو حياتي. يعني خلاص الدنيا متوقفة على شخصيته كده، الدنيا متوقفة على شخصيته في حياته كده يبقى مرض، كده تبقى انت مريضة، انت كده تبقى مريض. لكن ميول يعني ايه؟ او عرض يعني ايه؟ جزء من الوقت في مكان معين مع شخص قابل هذه الفكرة، ايا كان الميول، ايا كانت الفكرة، فكده تبقى يعني زي انت بتاكل رز بلبن او حاجة حلوة لوقت بس. ده هو الفرق ما بين الميول او العرض وما بين الامراض النفسية. طب المرض النفسي زي ما قلت ان هو توقفت حياته، بقى في عجز، بقى في مشكلة مؤرقة حياته او مشكلة مؤرقة شخصيته. فاهمين الفرق؟ بس انا كنت حابب اتكلم في النقطة دي. اخر حاجة علشان ما اطولش عليكم، ان دور الضحية من اسباب الوسائل في فنون التواصل السلبي. طب ازاي؟ في 7 من فنون التواصل السلبي، مش هقولها لكم كلها، هقول لكم نقطة واحدة بس، اني دايما بشتكي ودايما بنتقد. لما اقعد مع صاحبي
او تقعدي مع صاحبتك فعلى طول صاحبتك على طول تشتكي لك. الله، يعني ما اتكلمش، ما اقعدش مع صاحبي اقول لها حياتي؟ قولي، بس مش دايما تشتكي، مش دايما تحكي لها كل حاجه في حياتك. ودي مشكله تانية على فكره، ان احنا مفتشين او بنقول اسرارنا لكل اصحابنا ولكل صحاباتنا على سن عادي. يعني عادي ان انا احكي لك كل حاجه ودي تحكي لي كل حاجه، فبالطبيعي كده بقربك ليا. ده غلط، ده غلط. اولا لازم تحافظي على سرك، سر بيتك. تاني حاجه، مش لازم تعرف اصحابك كل سر بيتك، لان ممكن يحبوا مراتك بسبب اسرارك اللي بتفشيها، وانتي ممكن تخربي بيتك لمجرد بتفشي اسرارك. كمان الانتقاد انت ممكن تنصح صاحبك مرة، تنتقده مرة، بس مش دايما في المرة يجي 10 مرات، ومش كل مرة انتقاد. فاهمين؟ كل اصدقائي اللي على الفيسبوك او اللي على التيك توك عايزين يسألوا عن اي شيء، عايزين يستفسروا في حد عايز يقول اي حاجة، استاذة نونا حلو اخيرا حد بقى متابع في التيك توك وبيسأل اهو او بيقول يا دكتور انا ما عادش عندي ثقة في حد وبقت شخصية منطوية ومنعزلة عن الناس، ده اكتئاب وازاي احل المشكلة دي؟ دي مشكلة. اولا دي مشكلة كبيرة، ان كل حد بيقرا كتاب عن السحر او الحسد فيقول عندي انا سحر، او ما عندي حسد، او حلمت حلم فيروح يجيب تفسير الاحلام فيحلم، او عندي اي عرض نفسي فاروح على طول ان انا اروح اشوف ان ده عندي اكتئاب. غلط يا استاذه ان حضرتك تشخصي نفسك. استاذه نونا بتقولي انا ما عنديش ثقه في حد وبقت شخصيتي منطويه ومنعزله، ده مش اكتئاب. اعراض الاكتئاب حاجه تانية. ده ايه؟ خدوا المعلومه دي، ده انعزال بسبب ايه؟ بسبب الخذلان. طب الخذلان ده من ضمن اسبابه ايه؟ من ضمن اسبابه ايه؟ القلب المنكسر او متلازمه القلب المنكسر. مش هتكلم على دي، لكن هناخد اول نقطه، الخذلان. حضرتك اتخذلت كتير جدا فبقى ما عندكيش ثقه في الناس ولا في ثقه في المواقف، فبقى عندك شخصيه منطويه مش عايزه تتعامل مع حد. طب ايه الفكر او نعالجها ازاي؟ داويها باللي كانت بيها تداؤه، كلمه سيدنا علي اعتقد، يعني مش متذكر بس هي تقريبا كلمه سيدنا. طب ازاي اواجه؟ بس يبقى عندي حذر، احرص. انت ما عندكيش ثقه بحد، تبقى حطي حذر. شخصيتك منطويه اللي خلى عندك اجتماعيه ولكن بحدود. منعزله ما تنعزليش. تنعزلي ليه؟ اروح العب رياضه، اروح اعمل هوايه جديده، اتعلم هوايه جديده، اروح اشتغل، ولكن في حدود. ساعتها انت هتكسبي وهتنجحي واجتماعيتك هترجع تاني وشخصيتك هترجع تاني، حياتك هتتغير. فهمتي حاجه؟ فده مش اكتئاب، ده مش اكتئاب. طيب حضرتك انت وصلت لطاقه سلبيه مش قادره، يبقى انت لازم تجيبي حد يساعدك. حد يساعدك زي مين؟ زي دكتور متخصص زي حالاتي. حضرتك ممكن تكلميني على الخاص، لان تقريبا التيك توك بيحذر ان انا اعرض ارقامي مش عارف ليه، او تكلميني على الصفحه الفيسبوك استشارات نفسيه واسريه مع احمد ايوب. تقدري تكلميني واقول لك طريقه الاستشاره ازاي، وتحكي لي كل مشكلتك بالتفصيل. تيجي اقول لك طرق العلاج وتقنيات العلاج، ونتابع مع بعض للوصول لطاقه ايجابيه او لنجاح يعني للمشكله بتاعتك. فهمتي يا استاذه نونا؟ ده مش اكتئاب. وارجوكوا لو سمحت مش اي مشكله نفسيه تقول لي عندي اكتئاب. مش اي مشكله عندك على طول تقول انا محسود. مش كل مشكله تعرضها للناس وتقول انا فيا وفيا وفيا وفيا. ارجوك انت عندك مشكله نفسيه سلبيه على طول تروح لمتخصص. زي ما انت بتجيبي كريمات للشعر ب 100 ولا 200 ولا تجيبي مكياج، يا ستي تعالى على نفسك الشهر ده وروحي لدكتوره او دكتور متخصص. كمان نقطه كمان، العلاج البديل او الطب التكميلي مهم جدا لنفسيتك، اللي هو زي ايه؟ العلاج الطبيعي،
زي الحجامه، زي المساج، زي الريفسكولوجي. يا جماعه ده مش قله ادب، ومش غلط ان حضرتك تروحي تعملي جلسه حجامه او تروح انت تعمل جلسه مساج، مش عيب والله. اللي قال لكم ان المساج حاجه خارجه هو انسان ما بيفهمش. بتغير مودك، لازم حضرتك كمان انك تغيري مودك او تغير مودك انك تروح رحله. لو دي يوز يوم في الشهر هيفرق معاك جدا جدا. دي يوز هتروح الصبح وترجع بالليل، فانت لازم تخرج طاقتك. استاذه نونا، لا يا دكتور انا تعبانه جدا وبقيت متوتره وما بحبش اتكلم مع حد وما عنديش طاقه اي حد مع اي حد. طب يا فندم، انت لما تروح للدكتور متخصص هيعرفك بكتابتك، هيعرف يحلل شخصيتك برسمك. لو هتشخبطي هيفهم. في حاجه اسمها علاج السايكودراما، هيعرف من خلال حركاتك، من خلال لغه الجسد يقدر يفسر. فانت لازم تروح لدكتور متخصص فاهم زي حالاتي. انت مش عندك طاقه، هيعرف طاقتك فيها ايه. مش قادره تتكلمي، هيفهم بطرق تانية كتيره جدا واساليب تانية يقدر يكشف بيها انت فيكي ايه. تمام؟ ومره مع مره مع مره هتقدري تتكلمي، وساعتها هنقدر نعالج. بلاش جو السلبيه، خلاص انا بقيت تعبانه عندي اكتئاب ربنا يعدلها، او ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. لازم نغير نفسنا، لازم نغير نفسنا، نقاوح نعافر علشان نقدر نكمل الحياه. زي ما اسنانك بتوجعك نفسيتك بتوجعك، والنفسيه الاهم. وانا قلت اي وجع جسدي اصله نفسي. نجري نروح نكتشف عند دكتور نفسي، او على الاقل صحه نفسيه، او على الاقل لايف كوتش، او على الاقل اي حد بيفهم، تخرجي كلامك وتخرجي اللي جواكي عشان يقدر يعالج. بلاش اهمال في النفسيه، بلاش اهمال في مشكله اسريه، بلاش ان انت تهملي في نفسك. خلاص تبقى حياتك في الاخر تراكمات تراكمات، يبقى ضغط نفسي تموتي. الله، الضغط النفسي بيموت. اكثر الامراض النفسيه المسببه للموت في العالم هو الاسترس، الضغط النفسي. اظن كده انا خلصت كلامي، شرحت لكم كل حاجه. ممكن تقدر تحكي لي على الخاص في التيك توك او على صفحه استشارات نفسيه اسريه مع احمد ايوب، او تقدر تكلمني على الواتساب كتبته في الاول. لو ما شفتش حلقه من الاول ممكن تشوفها على صفحه الفيسبوك. في اي سؤال، في اي استفسار، بمقابل مادي طبعا، لان الاستشاره انك انت تحكي لي مشكلتك ابتدي اقول لك علاج وتقنيات نفسيه. في جلسات حجامه كمان، في جلسه ريفسكولوجي اللي اسمه تدليك الاقدام، في جلسه مساج بتخرج من طاقتك النفسيه السلبيه، بتغير مودك، بتعمل علاج للدوره الدمويه. الحجامه مش 20 كاس، كيسين او 3، بتعمل تقويه للمناعه وتنشيط للدوره الدمويه وترجع تاني المناعه زي ما هي. حضرتك تقدر تكلمني اعمل لك الجلسه في مكانك، وهتبقى سعيد ومبسوط لانك غيرت مودك. اتشرفت بيكم. كان معاكم دكتور احمد ايوب، دكتور الصحه النفسيه والارشاد الاسري، كمان معالج بالطب البديل، جلسات الاستشفاء اللي هي مساج وريفسكولوجي والحجامه، كمان مدرب تنميه. واتشرفت بيكم جدا. عندي كمان لو حبيت تطلع قبل ما اقفل على اليوتيوب قناتي علوم الحياه مع احمد ايوب، علوم الحياه مع احمد ايوب. يلا سلام.